وهنا الرسول فكر بجدية وأرسل الرسل لملوك العالم لنشر الدعوة العالمية، وده كان صلح الحديبية، وأم سلمة كان ليها دور في الحديبية يا أمور. وبعد ده كله اليهود لسه موجودين في غزوة خيبر كانوا حاضرين، اليهود لسه موجودين في غزوة خيبر كانوا حاضرين، وكانت مدينتهم مركز للدسائس والغدر والخيانة وكمان مؤامراتهم لقتل رسولهم. فخرج الرسول بجيشه الكبير 1600 من المسلمين موجودين، وزي العادة انتصروا والباقي اتهزموا، وزي العادة انتصروا والباقي اتهزموا. لكن الرسول خلى خيبر تزرع أرض وكله نص انتهى اليهود على ايد عمر بن الخطاب. بعدها حصلت حاجة غريبة، قريش نقضت عهد الصلح واتخلفت بكر مع خزاعة. كانت النتيجة فتح مكة يوم 8 هجرية، فتح مكة يوم 8 هجرية، وعافى عن أهلها، وده أكبر دليل على التسامح والحنية، على التسامح والحنية. بعدها غزوة حنين، معايا خليكوا فاكرين، بعدها غزوة حنين معايا خليكوا فاكرين. هتبقى مع قبيلتين، قبيلة هوازن وقبيلة اسمها سقيف. ركز يا ابو العريف. والمسلمين حسوا بقوتهم بسبب قوة عددهم، والمسلمين حسوا بقوتهم بسبب قوة عددهم. لكن الرسول ثبت وأمر عمه العباس بإنه الرسول ثبت وأمر عمه العباس عشان يجمع تاني الناس. فاجتمعوا وانتصروا، فاجتمعوا وانتصروا. آخر غزوة كانت تابوك، ودي بقى كانت ضد الروم. آخر غزوة كانت تابوك، ودي بقى كانت ضد الروم. والرسول ملحقش يحاربهم علشان ملقاش حد منهم، والرسول ملحقش يحاربهم علشان ملقاش حد منهم. وفي النهاية عاد الرسول للمدينة سالمين غانمين، بعد ما أدى رسالته خلاص وأدى الحج بإخلاص. توفى الرسول يوم 11 هجرية، يوم 11 هجرية، ويوم وفاته كان يوم ميلاده، ويوم وفاته كان يوم ولاده. ودي بقى كانت غزواته، ودي بقى كانت غزواته.